السلام عليكم. اليوم غادي نديرو الاقتراح ديال القريشلات بلديين ولكن غيكونوا نسبيا صحيين، اي ما غاديش نديروهم بالفرص بوحدو، غادي ندخلو معاهم طحين ديال الشعير اللي حتى هو عنده فوائد صحيه كبيره. غادي ناخذ 300 غرام تقريبا ديال الشعير وغادي نكملوا البقيه ديال الكيلو بالفرص. ملي غادي نديرو في الميزان وغادي نكملوا الكيلو، غادي ناخذوا هادشي كله غادي يتغربل مزيان وغادي نديروه في العجانه كيف ما تيمكن لنا نديروه في القصعه ونعجنوه بطريقه عاديه. دابا غادي نبداو بالمقادير. من بعد ما درنا الكيلو وغربلناه مزيان غادي ناخذوا 250 غرام اللي هي تقريبا 2 كيسان ديال سنيده، ولكنها جات شويه حلوه بزاف فانا كنقترح ان الواحد يدير شويه ناقص حلاوه. اي غادي نديرو غير كاس سنيده وربع او كاس راه كافي سنيده باش كيجيو زوينين مع. الا غادي نديرو معاهم الكونفيتور حتى هو راه تيكون فيه نسبه ديال الحلاوه، فغادي نكتفيو غير بكاس سنيده. ولا بغينا نزيدو شي شويه ديال هذا فنزيدو غير وربع. دابا غادي نديرو 2 معالق صغار ديال الخميره. هذيك المعلقه الصغيورين راهم تيعادلوا معلقه صغيره د القهوه، عليها درت انا 4، فهما غير 2 معالق صغار د القهوه ما عامرينش بزاف ديال الخميره الفوريه. وغادي نديرو شويه د الملحه، 4 كاس هكا، نقول 4 المعالق كبار ديال الزنجلان او 5 المعالق، 2 معالق ديال النافع. الزنجلان تيبقى اختياري على حسب شنو الواحد تيبغي يدير، الا بغيت تكثر منه راه مزيان، ما عندكش بزاف ديري غير 2 معالق كبار ولا 3 راهم كافيين. وغادي نديرو غير بيضه وحده. ودابا غادي نزيدو الخماره، غادي نبداو نخلطوا هذا الشيء هذا شويه. غادي ناخذوا نص لتر ديال الحليب والكماله غادي نكملوه بالماء. غادي نبداو نزيدوا الماء تدريجيا غير في السرعه الاولى، ما غاديش نديروا السرعه مجهده باش يلاه تيمكن داكشي يتخلط لينا وما كيتعجنش من التحت ديال العجانه. هي من الاحسن انك دير شويه د الماء او الحليب في الاول قبل ما دير الطحين وداكشي الناشف، ولكن حتى هاد الطريقه راها مزيانه، غير انك خصك تبداي بالسرعه الاولى. من خصك تبداي بالسرعه الاولى باش كيبدا الخليط كيمشي بشويه بشويه بحال اللي كنخلطوا بيدينا. هذيك هي الطريقه المزيانه. من بعد ملي كنبداو نزيدوا هذا الحليب هذا وصافي كنساليوه، الا بانت لنا مازال خاصه شويه ديال الماء غادي نزيدوه جهد الماء غادي تجمع لنا العجينه. من بعد خليوها وغنزيدوا واحد 4 معالق كبار ولا 6 معالق هكذا ديال الزبده اللي هي كتكون بوماد. فكنبداو كنعجنوا هذا الشيء مزيان حتى كنشوفوا العجينه صافي ولات لينا لا تكستور ديالها انها خفيفه. ضروري ما خصهاش تكون خفيفه، ما خصهاش تكون قاصحه بزاف، واخا كتجينا شويه راه كتبان لك خفيفه راه مازال غادي تجمع. ملي غنخليوها تخمر صافي غادي نديرو هكا، غادي تبان لنا بان صافي راه ولات لينه خفيفه زوينه مزيان. فغادي نديرو شويه الزيت هكا بيدينا وغادي نبداو نجمعوا بها داك العجينه صافي. ومن غادي نشوفوا بانها خفيفه كي كتبان لكم انها كتجيكم شويه جاريه ولكن راه ما جارياش، غادي نديروها ونغطيو عليها بشي فيلم اليمونتير ولا بلاستيك وصافي. وغادي نخليوها كتختمر واحد الساعه د المكانه. الا عاوتاني بغينا تجينا زوينه اكثر كيمكننا نديغازيو داك الاختمار اللي وقف وعاوتاني نخليوها تختمر واحد المره الثانيه غير واحد شويه حيت ما كتاخذش وقت طويل. ومن بعد ملي غتختمر صافي ديك الساعات كنكونوا كنديروا الطبسيل فيه بابي كويسون وغادي نديروا كويرات كي كتشوفوهم ونحطوهم بحال هكا نخليهم تيخمروا مزيان. ملي غنشوفوهم صافي اختمروا غادي نديروا الفران نسخنوه مزيان على 250 درجه حتى تيسخن. ومن بعد عندنا واحد لاستوس اللي هي ما كيعرفها حتى شي واحد، فهاد لي فوغ ديال اللي تيكونوا ديال بوش مزيانين اللي فيهم المروحه غنوريها لكم. هاد الطريقه هذه كتخلي في الاختمار يكون بواحد الطريقه اللي هي زوينه، فكيزيد يعطينا داك الفوليوم للخبز ولا اي حاجه مخبوزات ولا اي حاجه كنديروها طيب. كنديروا هاد لاستوس هذه هي الاولى، وعاد ملي كيسخن بها الفران مزيان وكيتنفخ داك الخبز باش غيبان لكم شويه انه تشقق من داك الفوقاني ديالو. ديك الساعات ملي كنديروا لاستوس اللي غنوريكم في الفيديو، ملي غادي ندوز واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه وهي مع السخونيه ديال 250 درجه، ديك الساعات غادي يبدا الفوليوم كيطلع ديال الخبز ولا ديال اي حاجه كيف قلت لكم المخبوزات. عاد ديك الساعات غادي نهبطوها البلاصه اللي فيها غادي تبان لكم النيت ديال لا شالور تورنونط اللي كتجي فيها الدواره مكتمله، حيت كاينين 2 فيها دواره مكتمله كلها ديال لا شالور تورنونط يعني مجهده، واللي تحت منها بالضبط كتجي لا شالور تورنونط اللي كتجي شويه يعني ماشي مجهده بزاف. وراه هادشي غادي نبينو لكم في الصوره ان شاء الله. صافي غادي نديرو البيض، غادي ناخذوا شي بويضه بحال هكا ونفطربوها مزيان وندهنوا بها الوجه ديال كل وحده ونديروا هكا شويه الزنجلان من الفوق ندخلوهم الفران. وهاد لاستوس اللي غادي نزيد نوريه لكم هو ديال الفران اللي كيعطيوهم هاد
منفوخيه باش كيجيو بحال لي باتيسري، وتيعطيو هذا التشقيق اللي كيبان لكم بحال هكا بانهم تبارك الله جاو منفوخين وجاو زوينين، كيتكناو قريشلات بلديين. ويمكننا نعطيوهم حتى دي بريوش حيت كيجيو عاليين شويه. الا بغيتو تقرصوهم اكثر يمكننا نقرصوهم شي شويه او ما نضغطوش عليهم بزاف باش كيجيو بحال اللي دابا انا جاوني. ولا بغينا نجيو يجيبوهم شويش يعني ما يجوش منفوخين بزاف تنقرصوهم شويه اكثر كيجيو حتى هما زوينين. وان شاء الله يجيكم الفكره زوينه والاقتراح يعجبكم بالصحه والراحه.